السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة فالسبورت. لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد وحصري. دافع مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي عن الطريقة التي يعمل بها الاتحاد المغربي لكرة القدم من أجل استقطاب أبرز المواهب من اللاعبين أصحاب الجنسية المزدوجة حتى يمثلوا منتخب أسود الأطلس. وشدد مدرب منتخب المغرب خلال استضافته من قبل قناة RMC سبورت الفرنسية مساء الاثنين على أن المغرب لا يسرق المواهب التي تنحدر من أصول مغربية ونشأت في أوروبا، بل يعمل الاتحاد المحلي للعبة بطريقة مختلفة من أجل إقناع اللاعبين صغار السن باللعب مع بلدهم الأصلي. وفي هذا الإطار تحدث قائلا: لدينا كشافون موجودون في كل مكان، ونملك اتحادا يعمل بطريقة جيدة. الكشافون موجودون تقريبا في كل بلد أوروبي ويعرفون تقريبا كل المواهب المنحدرة من أصل مغربي. نحن نتواصل معهم في بداية مسيرتهم الاحترافية. وأردف المدرب: لكن ما يجب أن يعرفه الجميع، نحن لا نسرق اللاعبين من أي بلد، نحن نعمل على مرافقة اللاعبين من أجل القيام باختيارهم. نريد لاعبين متأكدين من رغبتهم في ارتداء قميص منتخب المغرب. وتابع الركراكي قائلا: قلتها سابقا في مؤتمرات صحفية وسأعيدها مجددا، لا نريد أي لبس في مسألة الاختيار، يقصد اختيارات مزدوج الجنسية، ولا نقبل بالابتزاز بمحاولة التأثير بأن هناك فرنسا أو بلجيكا ألف همزة وإيطاليا تريد أي لاعب. واختتم الركراكي حديثه: سبق لي وأن التقيت اللاعب كاندويزي في الرباط عندما جاء مع منتخب فرنسا تحت 20 سنة لمواجهة المغرب وديا، كنت أعمل آنذاك في المغرب مع فريق الفتح. سألته عن اختياره وأكد لي بأنه يريد تمثيل فرنسا، واحترمت قراره لأنه قام باختيار واضح. فجرت تقارير صحفية قطرية مفاجأة صادمة للجماهير المغربية بخصوص المستقبل الكروي للدولي المغربي سفيان بوفال. وكشفت ذات المصادر أن بوفال سيصل للعاصمة القطرية الدوحة يوم غد الثلاثاء للتوقيع في كشوفات نادي الريان. وأشارت المصادر نفسها إلى أن بوفال سيخضع للفحص الطبي في مركز سيبيتار قبل التوقيع لناديه الجديد. وكان مدرب أنجرز الفرنسي عبد العزيز بوحزامة قد تحدث عن رغبة لاعب في الرحيل عن النادي، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن يغادر خلال الميركاتو الشتوي الحالي بعد محادثة جمعت وكيله بالرئيس والمدير الرياضي. ويعتبر الدولي المغربي من أبرز اللاعبين المعول عليهم لتقديم المزيد للمنتخب المغربي في الاستحقاقات المقبلة، ما سيثير استياء الجماهير العاشقة لأسود الأطلس، خصوصا وأن الدوريات الخليجية ليست في مستوى نظيرتها الأوروبية.